قصة حقيقية واقعية حصلت. ست جوز بنتها، يعني بنتها اتجوزت، جوز بنتها مسافر برا، سافر بعد الجواز بسنة وشوية واختفى لمدة 6 شهور، اختفاء تام. لا بيبعت فلوس ولا عارفين حاجة عنه، ورقم التليفون بتاع الموبايل اتغير ومغلق ومش عارفين يوصلوا له ومش عارفين حد يوصل لهم. ليه كل ده؟ ليه؟ لان الجوازة من الاول غلط، يعني الجوازة من الاول كانت غلط، لان البنت دي اجبرت اهلها وامها وابوها انها تتجوز شخص معين، وهم رفضوا، قالوا لها ده لا يصلح، ما ينفعش. عارفين ليه قالوا لها ما ينفعش وما يصلحش؟ ان ملوش كبير، ابوه متوفي وامه متجوزة واحد تاني، وامه ما حضرتش وقاعدة مع جوزها، وملوش عم، ملوش خال، ملوش حد يجي، جيب طوله هو واصحابه 2. هل ينفع بقى؟ قالوا لا ما ينفعش ان ملوش كبير. لما يحصل مشكلة هنلجأ لمين؟ هنخبط لمين؟ هنقول لمين تعالى الحق؟ مفيش. قالوا لها ما ينفعش، وكانوا رافضين الجوازة دي تماما. قالوا لها ما ينفعش، اللي ملوش كبير ما ينفعش، هنلجأ لمين؟ فصممت، وهم عشان يرضوها وبنتهم بيحبوها مش عاوزين يزعلوها، قالوا لها ماشي بس هتشوفي النتيجة، وحصلت. والبنت دي اتجوزت، قعدت سنة عادي، بعد سنة سافر، كانت بعد سنة وشوية كانت لسه مخلفة، يعني بقالها شهر، كان لسه العيل صغير. فقال لها عشان المصاريف وكده انا هسافر، وقعد 6 شهور تمام وهو بره يتكلم ويبعت فلوس وكل حاجة تمام. بعد كده اخباره اتقطعت نهائي، لا فلوس بتتبعت، رقم مقفول، ما يعرفوش حاجة عنه. طب يلجأوا لمين يقولوا له؟ مفيش حد يلجأوا له. يعني لو كان لي اب، عم، خال، حد، كان يقولوا له الوضع ايه، فين، النظام، كان هو هيقف ويحل. لكن دلوقتي مفيش حد، عشان هي اللي اجبرتهم، عشان الجوازه من الاول غلط وما سمعتش كلام امها وابوها. فهم هيعملوا ايه دلوقتي؟ ولو عملوا خلع، ممكن تتطلق عادي، هتتطلق، هتطول شوية، تقعد 6 شهور، لأن الخلع لو واحد مسافر ممكن تقعد 6 شهور، غير لما يكون واحد مقيم وليه عنوان معروف هنا. فما تقعد 6 شهور وتتطلق بعد كده. المصاريف بقى التانية مين اللي هيصرف؟ مين؟ أمها وأبوها هم اللي هيصرفوا حتى بعد ما يخلعوا على ابنها. هي اتطلقت خلاص بترجع، اوكي. لكن العيل ده مين اللي هيصرف؟ ماما، ابوه مختفي، محدش يعرف حاجة عنه، ما بيبعتش فلوس، مفيش عنوان، ما يعرفوش حاجة. هيوصلوا له ازاي؟ هيبقى مسؤولية مين ده؟ مين اللي هيربيه؟ يبقى هي كده وقعت في مشكلة، وهتبقى متطلقة بالخلع. والواد كمان، الواد في مشكلة، ما يعتبر ابوه مختفي، ملوش حاجة، هو جده وجدته اللي هيصرفوا، وده عبء، شايلتهم حمل وعبء عليهم زيادة، وده حرام. ليه؟ لان من الاول غلط. اما قالوا لها امها وابوها الجوازة دي ما تنفعش وبلاش لان ملوش كبير، ما رضيتش. فهي دي النتيجة وهي دي المأساة. هي دي النتيجة. يا تشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم وناسكم، ليه؟ عشان البنات تتعظ. اللي امك وابوك يقولك ما ينفعش، هم عندهم وجهة نظر، عارفين انه ما ينفعش. لما حد كبير عنك يقولك الجوازة دي لا تصلح، ما تنفعش، اعرفي انها ما تنفعش. هتتجوزي غصب عنهم، هتقاسي وهتقولي يا ريت اللي كان، يا ريتني كنت سمعت كلامهم وما اتجوزتش ورجعت متطلقه ومعايا عيل. مسؤوليه كمان من امي وابوه وامها وابوها، وملوش اب، يعتبر ملوش اب كده. ما يعتبر كده فين ابوه؟ يعني فين الاب؟ فين ابوه المسؤول؟ يعني هي اتطلقت ماشي، اوكي، يلا. طب والعيل ده مين اللي هيصرف عليه؟ مين اللي هيعلمه؟ مين اللي هيعالجه؟ مين اللي هيتربى مع مين؟ مين اللي هيبقى مسؤول عنه؟ ممكن يفضل مختفي كده على طول على فكرة، لا حس ولا خبر، وهي تتطلق وتخلعه وخلاص. وحصلت كتير، في ناس كتير بيتطلقوا ويخلعوا ناس بره وخلاص وما يعرفوش حاجة عنه، والعيل ده ما هو مش عاوز يعرفه تاني، ويعيش حياته ويتجوز تاني ولا كأن في حاجة. وهي اللي هتلبس وهتشيل الليلة هي وأهلها، هي اللي هتشيل الليلة هي وأهلها. كل ده عشان الغلط من الأول. من الأول غلط، من البداية غلط، ما سمعتش الكلام. واللي ما يسمعش الكلام هي دي الضريبة. الضريبة هي دي، دفعت الضريبة كويس قوي. فالست محتارة، الست الكبيرة والأب محتارين، وبيقولوا مش عارفين نحل ازاي. واما تتطلق بالخلع ماشي، كتير بيتطلقوا ماشي، العيل ده مصيره ايه؟ مين اللي هيشيل مسؤوليته؟ فين ابوه عاوزين يعرفوا فين ابوه. اذا كان مش عارفين يوصلوا ليه عشان تتطلق، فهيرفعوا خلع. طب والعيل ده مصيره ايه؟ الحل قولولي في الكومنتات. حد منكم مر بمشكلة زي كده؟ سمع مشكلة زي كده؟ حصل عند حد يعرف حاجة زي كده؟ طب والحل ايه؟ رأيكم تعمل ايه؟ هتتطلق بالخلع، الولد ده يعملوا ايه عشان يبقى ابوه يظهر؟ يعتروا على ابوه ازاي؟
يوصلوا لابوه ازاي؟ ابوه يوصلوا له ازاي؟ دي المشكله الكبيره اللي هما بيفكروا فيها. يعني هما خلاص هي مشكلتها هتتطلق، كام شهر، 6 شهور والقاضي يطلقها بالخلع. طب ماشي، العيل ده مصيره ايه؟ هي دي المشكله الكبيره اللي الناس بتقع فيها. بيروحوا يتجوزوا مش مدركين ويخلفوا، العيال دي اللي بتدفع الضريبه. العيال هي خلاص هتبقى متطلقه، العيل ده وضعه ايه؟ مصيره ايه؟ محتاج اب يصرف عليه، محتاج اب يعلمه، اب يعيش معاه، يعيش في بيته، مش يبقى ضايع كده. ده ضياع من الصغر، ضياع. امال لما يكبر يعمل ايه؟ والله اعلم هيظهر ولا لا. ومادام بالوضع ده يبقى ما عندوش دم ومش هيظهر. مادام بالوضع ده عمله واختفى ورمى مراته وابنه، وحتى ما اتصلش بيهم ولا قال لهم الرقم فين. وهما كمان خايفين من حاجة تانية، بس لو حاجة دي تانية حصلت يبقى خلاص ممكن يكون مات. ما لو كان ليه اهل كانوا يعرفوا يقولوا مات. ممكن احتمال، بس الاحتمال اكبر هو هربان وعاوز يشيل ايده ويخلع ايده من المسؤولية. بس لو هو فعلا مات وما يعرفوش حاجة عنه بره، كان عادي، قدر ونصيب. والعيل ده مفروض يورث فيه، يشيل حاجة ابوه بقى، وهي برضه انها ارملة مراته. لكن هو المشكلة كده ممكن يكون هرب اساسا. يعني ممكن هو شال ايده من المسؤولية وقاعد بره وغير الرقم وما يعرفوش حاجة عنه، وما بيبعتش اي فلوس ومالوش حد يقوله هو فين. ما دي بقى المشكلة، وده الاحتمال الاكبر، يكون بيخلق ايده من المسؤولية، يكون بيشيل ايده من المسؤولية. لان حتى لو حصل حاجه بره كانت السفاره تبعت مثلا، كانت تبعت عارفين ان مراته كذا، كانت تبعت ما عارفين انه متجوز ومراته كذا فين، عارفين عنوانه وشقته الزوجيه فين. لكن هو اصلا يعني حتى كان قاعد، كان بيقعد مثلا مع امه وجوز امه. حتى امه ما حضرتش، يعني ما حضرتش الجوازه، وجوز امه طبعا ملوش دعوه. ف يعني هو كان قاعد في بيت غريب، بيت مش بيته، مش بيت ابوه ولا بيتهم. كان قاعد مع بيت مرات ابوه، يعني قصدي سوري، جوز امه. يعني كان قاعد هو الزوج ده كان قاعد مع امه وجوزها في بيت جوز امه، مش بيت ابوه خالص. طيب الوضع ده وخلاص هو اتجوز وخلاص، حتى امه ما راحتش. يعني قالت له انا ما فيش راجل وجوزي مش هيحضر، مش راضي، ده مش ابوك. طب ابوك فين؟ ابوك برضو متجوز وما حضرش، ولا ده حضر من هنا ولا ده حضر من. طب ما جوازة غلط، ما لازم النتيجة كده. العيل هيقاسي اكتر منه بقى، يعني هيقاسي اكتر من الصغر اما اتولد ما شافش ابوه، ما يعرفش هو فين. دي المأساة، دي النصيبة الكبيرة بقى. يعني دي النصيبة الكبيرة. فلازم هي كانت تفكر. فعلا اهلي قالوا لي الجوازة دي ما تنفعش، فعلا الجوازة دي ما تنفعش. هلجأ لمين؟ هروح لمين؟ ومين هيقف؟ حصل اي مشكلة زي كده، دي مشكلة كبيرة دي. يا ريت تشيروا الفيديو وتشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو. سلام.